بقالير. النهاردة بإذن الله هناخد جزء جديد في الفسيولوجي وهو السيل اورجانيلز. هنتكلم عنها برضو بشيء من التفصيل كده بإذن الله. طبعا احنا المرة اللي فاتت خدنا البادي سيستمز اللي هي أجهزة الجسم، اتكلمنا عن كل جهاز لوحده، ايه الاورجنز بتاعته، ايه الفانكشن بتاعته، وفهمنا تقريبا كل السيستمز بتفاصيلها. فنبدأ دلوقتي في السيل اورجانيلز. نقول بسم الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه السيل ممبرين. ايه هو السيل ممبرين ده؟ الغشاء الخلوي، ده اللي بيحيط بالخليه من بره، من الخارج، بيحيط بالخليه، وهو بيتكون من طبقتين من الليبيدز، دهون، عباره عن فوسفوليبيد. تمام. بيتكون من جزء هيد راس، وجزء تيل ديل كده. الهيد الرأس بتكون محبة للمية، عشان كده بتبقى برا، والتيل بتبقى كارهة للمية، فعلشان كده بتبقى جوه. والطبقتين من اللبس دول يبقوا مواجهين لبعض، بحيث ان التو تيلز يكونوا مواجهين لبعض. تمام. طيب، وفي بين الطبقتين الفوسفوليبيدز ديت في بروتينز penetrate التو layers. تمام كده فهمنا الاستراكشر بتاعها، وهنشوف برضو دلوقتي صور ليها بالتفصيل وهنفهمها. تمام. يبقى سيل ممبرين بيتكون من ليبيدز وبروتينز. احنا قلنا طبقتين من الفوسفوليبيد. كل طبقة بتتكون من هيد وتيل، والتيلز موجين لبعض، والهيد بيكون ناحية برا، وبروتينز بنتريت التو لايرز. تمام. الليبيدز قلنا انكلود تشمل ايه؟ فوسفوليبيد، عبارة عن طبقتين من الفوسفوليبيد، وكوليسترول، وجلايكوليبيد. زي الليبيد، فده بيعمل الاوتر باوندري اللي هو الحد الخارجي of the cell، controls entry and exit of substances، ده اللي بيتحكم في دخول وخروج المواد من السيل. تمام. دي اهي السيل اورجانيلز اللي احنا هنتكلم عنها. طبعا زي ما احنا شايفين السيل ممبرين هو اللي بره ده، اللي بيحيط بالخلية. تمام. وعندنا برضو لايسوسوم، دول احنا نعرفهم بس كأسماء دلوقتي، لسه هناخدهم بالتفصيل بإذن الله. الاندوسوم، ميتوكوندريا اللي هي اللي باللون الأحمر اللي شبه حباية اللوبيا ديت، والسنتروسوم، والسيل نيوكليوس النواة، وجواه النيوكليولاس اهيت، وحوالين النيوكليوس الرف اندوبلازميك ريتيكولم، وبعدين السموز اندوبلازميك ريتيكولم، وفي رايبوسومز اللي هي كرات كده في قلب السيتوبلازم، وجولجي اباريتس على شكل كابس كده كتير، وسيتوسول، اوتوفاجوسوم، سيتوسكيلتون. تمام. هناخدهم دلوقتي بالتفصيل متقلقوش. ندخل دلوقتي على تاني اورجانيل وهو النيوكليوس. النيوكليوس طبعا مهمة جدا في السيل، اورجانيل مهم جدا لانها بتحتوي على النيوكليير انفلوب، اللي هو الانفلوب ده عبارة عن زي نيوكليير ممبرين كده، two nuclear membranes
هما غشائين نوويين بيعملوا الانفلوب ده، شبه الظرف كده او الجواب، عبارة عن طبقتين، ده الانفلوب. النيوكليس بقى بتحتوي على النيوكلير انفلوب والنيوكلياي اللي احنا وريناها لكم دلوقتي في الصورة. نوايا، اسمها نوايا بالعربي، تبقى في قلب النيوكليوس and chromatin والكروماتينات. تمام. كنترول السنتر اوف ذا سيل، وهي اللي بتتحكم في مركز الخلية. النيوكليس دي هي اللي بتتحكم في مركز الخلية. stores and transmit genetic information، هي اللي بتخزن وبتبث المعلومات الوراثية، لأنها بتحتوي على ال DNA وال RNA، مسؤولين عن حمل الجينات أو المعلومات الوراثية. تمام. direct protein synthesis، هي اللي بتصنع البروتينات. تمام. بعد كده ميتوكوندريا، وشفناها حالا في الصورة، ثواني، اللي هي كانت عبارة عن شبه حباية اللوبيا كده اللي باللون الأحمر، دي الميتوكوندريا. ممكن تكون شكلها رود أو أوفال، يعني دائرية أو بيضاوية الشكل. ساعات الميتوكوندريا دي بتكون دائرية أو بيضاوية الشكل، بيكون ليها غشائين كده أو غلافين. تمام. اللي برا بيكون عامل شكل راوندد كده. تمام. بيكون ستريت، لكن الانر ممبرين ده بيكون فولدد، بيكون متني، بيعمل الكريستيا اللي هي الثنايا دي. تمام. يبقى الانر ممبرين بتاع الميتوكوندريا يبقى ايه؟ فولدد، متني، هو اللي بيعمل الكريستيا. site of ATP production، وهي موقع انتاج ال ATP. الميتوكوندريا هي اللي بيحصل جواها انتاج الطاقة. تمام. وهي اللي بيحصل فيها استهلاك الأكسجين، هي اللي بيحصل جواها استهلاك الأكسجين وإنتاج ال CO2. بتحتوي على انزيمز للكريبس سايكل والاكسيديتيف فوسفوريليشن، احنا هناخدهم باذن الله في البايوكيمستري. بعد كده الاندوبلازميك ريتيكولم، اللي هي الشبكه الاندوبلازميه، ده عضو مهم جدا في الخليه، لان هو عباره عن نوعين من الشبكات الاندوبلازميه، شبكه اندوبلازميه خشنه وشبكه اندوبلازميه ملساء، اللي هي الراف اندوبلازميك ريتيكولم والسموث اندوبلازميك ريتيكولم. وده عبارة عن شبكة من الأنابيب والأغشية، شبكة من النيوكليير ممبرين بتستمر مع الغشاء النووي بتاع النواة، بتستمر معاه من بره كده، بتمشي معاه، وهي عبارة عن شبكة من الأنابيب والأغشية. وفي منها نوعين، اللي هي الرف اندوبلازميك ريتيكولم والسموث اندوبلازميك ريتيكولم. الرف اللي هي الشبكة الاندوبلازمية الخشنة اللي بيبقى عليها الريبوسومز، والسموث اندوبلازميك ريتيكولم اللي هي الشبكة الاندوبلازمية الملساء اللي مبيبقاش عليها ريبوسومات. ناخد أول نوع فيهم اللي هو الرف اندوبلازميك ريتيكولم. الشبكة الاندوبلازمية الخشنة دي بتكون flattened sacs، يعني أنابيب مسطحة كده أو مبططة، وإذ رايبوسومز أنثى وعليها رايبوسومات على سطحها زي ما احنا قلنا، ودي وظيفتها إن هي بتصنع البروتينات. يبقى وظيفة الرف اندوبلازميك ريتيكولم إن هي بتصنع البروتينات، وهناخد دلوقتي إن السموث اندوبلازميك ريتيكولم وظيفتها إن هي بتصنع الليبيدز. وبرضو الرف اندوبلازميك ريتيكولم بتبعت البروتينات للأورجانيلز
أو outside the cell. المهم ان هي وظيفتها في الآخر عشان تصنع البروتينات. تاني نوع من الاندوبلازميك ريتينيكولم هي السموث اندوبلازميك ريتيكولم، الشبكة الاندوبلازمية الملساء. دي عبارة عن tubular نتورك، شبكة من الأنابيب مش عليها ريبوسومز، علشان كده بقت سموث ناعمة. ودي وظيفتها بتختص بسنسز اوف فاتي اسيدز، بتصنع الدهون والفاتي اسيدز and steroids، وبتخزن and releases calcium ions، وبتهتم برضه بتخزين وتحرير أيونات الكالسيوم. يبقى وظيفة الرف اندوبلازميك ريتيكولم ان هي بتصنع البروتين، لكن السموث اندوبلازميك ريتيكولم بتصنع ليبيدز وكوليسترول وستيرويدز، وبتخزن وبتحرر أيونات الكالسيوم. بعد كده عندنا جولجي اباريتس، ده عضو مهم جدا في الخلية، وده عبارة عن flattened membranous sacs، أنابيب كده على شكل كابس، على شكل فناجين، بتكون مسطحة located near the nucleus، بيبقى موقعه قريب من النيوكليوس في الخلية. ده وظيفته ان هو بيعمل ايه؟ unifies sorts and packages البروتينز. انا حفظت لك كلمات دول جدا لانهم مهمين جدا. ان هو modifies sorts packages proteins، يعني بيعدل بيصدر وبيخزن يعني تعبئة وتغليف، وظيفة تعبئة وتغليف البروتينز. sends proteins in vessels، وبيبعت البروتينز في vessels، بيبقى ليه vessels كده خاصة بيه بيبعت فيها البروتينز for secretion or use للإفراز أو الاستخدام. تمام. other organelles، في عضويات تانية في الخلية زي اللايسوسومز. اللايسوسومات دي بقى وظيفتها ان هي بتهضم، هي الخلايا الأكولة، في تعتبر كأنها خلايا أكولة كده، تعمل digestive part بتاع الخلية، الجزء الهاضم اللي موجود في الخلية، اللي بتهضم ايه البيسس والانونتد ماتيريال. digest الانونتد ماتيريال and البكتيريا، بتهضم المواد اللي احنا مش عايزينها، والبكتيريا بتبتلعهم جواها كده وتهضمها. بعد كده الريبوسومز. الريبوسومز ديت هي مواقع تصنيع البروتين، والدليل ايه؟ ان احنا قلنا الريبوسومز هي موجودة على الرف اندوبلازميك ريتيكولم، عشان كده بقت رف وظيفتها ان هي بتصنع البروتين. ده بتصنع عن طريق ايه؟ عن طريق الريبوسومز. يبقى الريبوسوم دي هي السايت اوف بروتين سينسز، مواقع تصنيع البروتين، وبتحتوي على RNA وبروتين. تمام. بعد كده البيروكسيسومز، حاجة اسمها بيروكسيسومز، دي بتستخدم الأكسجين علشان تكون وتكسر الهيدروجين بيروكسيد. تعرفوها كده ان البيروكسيسومز بتستخدم الأكسجين علشان تكون وتكسر الهيدروجين بيروكسيد. كده الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى كده خلصنا السيل اورجانيلز. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، لو استفدتوا متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتعليقات حلوه كتير، لان ده بيدعمني جدا. وتابعوني باذن الله الفتره الجايه علشان يوصلكوا كل جديد، وبالتوفيق ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.